اللهم صل وسلم على رسول الله. بناء على طلب حضراتكم وبناء ان اولياء امور كتير مش بتعرف تحل مع اولادها على العداد. النهارده ان شاء الله هشرح لكم المستوى الاول في الفيديو ده. اول حاجه هي ان ده اسمه عداد او ابيكس او ثروبان او معداد. تمام كده. الخط اللي موجود ده اسمه خط الناتج. احنا بنكون محتاجين عداد بيكون فيه 4 خرزات من تحت وخرزة من فوق، دولت اللي بنكون محتاجينهم في شكل العداد علشان يتم عليه التخيل. طيب نقطة تانية بعد كده هي ان العداد عليه عواميد زي الخانات بالظبط، يعني احاد، عشرات، مئات، الاف، عشرات الاف، مئات الاف، وهكذا بقى لحد اخر العداد. تعالوا ناخد العمود الاول واحنا هنقول للطفل عليه ان الخرزة من ال4 خرزات اللي تحت دول بواحد، يعني دي 1 كده 2 كده 3 كده 4. طيب الخرزة اللي فوق دي ب5، الخرزة اللي فوق دي ب5، يعني كده كام؟ كده 5. تمام. طيب بنبدأ نعمل ايه على العداد؟ بنبدأ نقول له مثلا 1 زائد 1 زائد 1 زائد 1 بيساوي كام؟ 4. 2 زائد 2 ناقص 1 زائد 5 بيساوي كام؟ 8، وهكذا. طبعا مع التكرار الطفل بيتعلم العمود ده. بعد كده بنتنقل للعمود اللي بعده اللي هو عمود العشرات، اللي هو ان الخرزة دي كانت هنا ب1 يبقى هنا بقت بكام؟ ب10، يبقى كده 10 20 30 40. طب الخرزة دي كانت ب5 لما تبقى في العشرات هتبقى بكام؟ ب50، ادي 50. تمام. نفضل نعلم الطفل وندربه ونديله مسائل كتير، 20 زائد 20 زائد 50 ناقص 30 60 وهكذا. كلمة ايكوال هي يساوي. تمام. طيب يبقى احنا كده علمته العمود ده وبعد كده العمود ده. نبدأ بعد كده كمان نجمع بين العمود الأول والعمود التاني، بمعنى ان انا هبدأ ادي خرزة من هنا مع خرزة من هنا، دي ب10 ودي ب1، يبقى كده الناتج بقى كام؟ 11. كده الناتج بقى كام؟ 22. كده الناتج بقى كام؟ 44. كده الناتج بقى كام؟ 55. تمام، وهكذا. ندي مسائل كتير جدا لحد ما الطفل يتعلم العمودين دولت بإتقان. بعد كده هنبدأ نعمل ايه؟ هنبدأ ندي أرقام مختلفة، يعني إني هستخدم مثلا 15 زائد 54 زائد 30. تمام، يبقى الناتج ايكوال معانا كام؟ 90. بعد كده ندي مثلا 32 زائد 17 زائد 50 ناقص 43 ايكوال كام؟ 60. كل مرة واحنا بنحل مع الطفل بنزود المسائل، يعني مثلا لو احنا قلنا المسألة الأولانية وليكن على العمود الأول 2 زائد 2 زائد 5 من 3 طوابق، بعد كده نخليها 5، بعد كده نخليها 6، بعد كده نخليها 7، لحد ما الطفل يتقن جميع الطوابق. تمام كده. طيب احنا لما الطفل بيبدأ يتعلم العمود الأول بس إن هو 2 زائد 2 ناقص 1 زائد 5 ناقص 2 اللي هو العمود الأول مثلا كده ايكوال 6، ويتأكد عليه، بنبدأ نعلمه عملية اسمها عملية التخيل. ايه عملية التخيل دي؟ ان احنا نعلم الطفل انه يتعلم يحسب من غير ما يكون ماسك العداد. طب ده هيكون ازاي؟ هيكون باني هخلي الطفل يستخدم الاصبعين دولت او الاصبع ده، تمام، من ايدينا. تمام كده، يا دولت يا ده واحد بس. وبعد كده ببدأ اخليه يحاول يحل المسألة كأن هو بيحرك الخزرسة، يعني اقول له 2 زائد 2 زائد 5 ناقص 3 ناقص 5 ايكوال كام، وهكذا لحد ما يبدأ يتقن الموضوع. أبدأ بعد كده تمام أبعد العداد تدريجيا من قدامه تدريجيا ولحد ما خلاص ايده تاخد على الحركة ومخه
تمام، يتبرمج على الحركة دي. تمام. بعد كده هبدأ أشيل العداد من قدامه وأبدأ أدي مسائل. أتقن المستوى الأول كله أحاد وعشرات وأحد وعشرات متشابه وأحد وعشرات مختلف. بعد كده بندخل على المستوى التاني. ده كان يعتبر شرح بسيط للمستوى الأول عشان ما طولش عليكم الفيديو. إن شاء الله هنزل لكم باقي الفيديوهات على باقي المستويات، وكمان هقول لكم إيه الفايدة بتاعته وإزاي التخيل بالتفصيل وإيه فايدة التخيل بالنسبة للطفل.